اهلا بكم حبايب قلبي، طبعا منورين قناتي يوميات ماما توته. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. بمناسبه قرب المولد النبوي الشريف مكملين معاكم بعد سلسله حلويات مولد النبي الاقتصاديه السهله في البيت. طبعا ما عملنا مع بعض القشطه اللي عجبتكم جدا، نعمل احلى واطعم مارشميلو طري وهش والوان تفرح اولادنا بابسط المكونات. يلا نشوف، يلا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونبدأ على طول. اول حاجة هجيب طبق واحط فيه 4 معالق جيلاتين، نص كوباية مية اهو او كوباية صغيرة مية، وهدوبهم حلو قوي واسيبهم على جنب كده اهو. سهل وبسيط ومفيش اي حاجة خالص. نزلنا ب4 معالق جيلاتين في نص كوباية مية او كوباية صغيرة مية، يبقى معانا بالشكل ده وهركنه على جنب. بعد كده هجيب حلة صغيرة او اي حاجة صغيرة كده وهحط فيها كوبايتين سكر اهو، ده 1 2 وكوباية مية، يبقى انا كده حطيت كوبايتين سكر وكوباية مية. وطبعا بقى هنجيب ايه، هنجيب عسل الجلوكوز، ده في الحلويات ده بيبقى بصراحة حكاية. هناخد حوالي 3 معالق، يعني هو بيبقى قوامه تقيل شوية. ادي معلقة بصوا، ودي واحدة كمان اهي، ودي واحدة كده. اخدت 3 معالق كده حلوين قوي. هدوبهم بقى. طبعا هاخد هنا كيس فانيليا، سواء سايلة او اكياس من العادية دي عادي جدا، وارفعهم على النار واقلبهم خالص بقى لغاية ما يدوبوا اهو. يبقى بالشكل ده كده معانا كده اهو، لغاية بقى ما يغلي معانا كده بالشكل ده. اما تلاقيه بيغلي كده انت كمان ما تحركيش فيه كتير، لان هتلاقيه بيفور اهو. اول بس ما ترفعي كده المعلقة هتلاقيه هدم خلاص. هنسيبه حوالي من بعد الغليان 5 دقايق بالظبط وهنطفي عليه. هنجيب القارب بتاعنا اهو، وطبعا هنجيب الكيس البلاستيك، هندهنه طبعا بزيت او باي حاجة، او نخلي القارب نفسه نرش عليه حبة مية كده علشان الكيس يلزق عليه اهو. طبعا ما عندكيش اكياس هتعملي زي كيس اللبن وتفتحيه من جنب وهيقضي الغرض ويبقى حلو قوي كده اهوت. وطبعا رشة زيت او سمنة ونعمل بيه القارب بقى كده ونحطه على جنب. نجيب الخليط بتاعنا بقى ونحطه كده علشان نضرب اهو، وننزل بالجيلاتين اللي احنا حاطينه على جنب. وطبعا بالمضرب بقى الكهربائي او بالمضرب العادي، ونضربه خالص لغاية ما يبقى كريمي خالص. اول مرحلة بتلاقي لونه افتح، بدل ما يبقى لونه اصفر بيبقى لونه ابيض كده، بس بيبقى لسه سايل. هنضربه بقى، هو بياخد حوالي 10 دقايق علشان نوصل للقوام المطلوب، بيبقى عامل زي الكريمة بالظبط اهو كده. بصوا بتلاقي حجمه اتضاعف ولونه بقى ابيض قوي بصوا اهو، وبتلاقوه تقل. انا هضربه شويه كمان. بصوا بقى هنعمل الاختبار ده، نمسكي كده تلاقيه بصوا ان شاء الله تعرفوا ان هو كده جاهز كده اهوت. وخلي بالك ان هو بيبقى سخن قوي اهو. بعد ما ضربناه كده هنقسم بقى الخليط ده، هنحط في القارب ده، ومش هناخد يعني هنحط طبقة ومش هنعليها قوي علشان لسه هنعمل لون تاني ونحطه فوقيها كده اهو. هيبقى معانا بالشكل ده كده. انا حطيت اول طبقة، هنسويها بقى كده باي معلقة سيليكون كده اهو كده. برفع بس الكيس كده شوية علشان يبقى مستوي معانا. وبعد كده هجيب برضو طبق تاني كده وهحط برضو فيه طبقة لونها ابيض تحت، عشان اللون اللي احنا هنعمله هيبقى ايه الطبقة التانية، عشان تبقى مارشميلو تبقى ايه نصين كده، نص ابيض ونص مثلا البامبي او الروز، ونحط نص ابيض نحط لون اخضر. شوفوا هنعمل ايه مع بعض. احنا كده حطينا اهو الطبقة الاولانية ابيض، ولسه الكمية معانا نصها اهي ما شاء الله. هجيب بقى ايه
حاجة تانية، وهقسم فيها الكمية ده على 2 اهو، بقى هنا حبة وهنا حبة. هنحط هنا اللون احمر. طبعا كده اللون الاحمر مع الابيض اهو هيدينا اللون ايه اللي هو البامبي الجميل ده اهو، لون البينك كده جميل. بص هو اداني لون حلو، بس هو انا مش عارفه مش باين يعني لونه بالظبط، فانا هضطر ان انا ايه اغمقه شويه علشان انتوا ايه يعني يبقى واضح ليكي كده اهو. بقى لونه بينك كده حلو قوي. هضربه بس حلو علشان ما يبقاش ايه في حته غامقه وحته فاتحه، وهحطه على جنب. بعد كده اهو بصوا هنزل بقى بيه على اللون الابيض في القارب الكبير الاول كده. بعد كده سويته برضو بالمعلقه السيليكون كده، بقى عندي طبقتين. هيبان طبعا لما يجمد هيبقى اوضح كده. وبعد كده جبت الكيس بقى وشلت يعني طبقت الجناب عليه. الحبه التانيين هحط اللون اخضر اهو. وطبعا الالوان ده حسب الرغبه، يعني انت بقى اللي هتلعبي بقى في الالوان دي، او حسب طبعا المتاح عندك، او لو حابه تعمليه كله لون واحد مفيش اي مشاكل خالص. بس احنا بقى بنقول يعني ايه الاطفال بتحب طبعا او الاولاد بيحبوا الالوان وكده، فاهو بنجرب. اللون الاخضر ده طلع حلو قوي اهو كده. وهحطه على الطبق بقى الصغير ده كده اهو. انا بعمل كده الاول طبقه اهي واحده واحده علشان لو لسه اللي تحت مجمدش قوي ما يلخبطش، او برضو في نفس الوقت ايه يبقى اخد زي طبقات كده زي ما بنعمل الكيكه بالشوكولاته كده، وتبقى ايه جواها إيه مشبعه. فكده اهو بالراحه هنسوي بقى الوش كده. عملنا كده نص ابيض ونص اخضر، والتانية نص ابيض ونص بينك كده اهو. سهل وبسيط وما اخدش مننا اي حاجه خالص. ولو وصلتي معايا لهنا الاشتراك في القناه فضلا وليس امر، طبعا اللايك الجميل، وتقولي لي ايه رايك في التعليقات. يلا نكمل. فضل حبه صغيرين هحطهم كده في العلبه دي، وانا لعبت فيهم كده اوريكم بقى انا عملت فيهم ايه. اللي فاض هنا حبه اخضر، فانا هحطهم كده اهو. حطيتهم في الكيس عشان ايه يبقوا سهلين ان هم ينزلوا كده اهو. وبعد كده رحت جايه باللون الاحمر وعملت نقطتين كده على الوش اهو. بس اخبطها كده بس الاول عشان ايه تتساوى. هو بدأ يجمد. جبت بقى نقطتين احمر كده. بصوا اللي مش عاوز يعمل كده ما يعملش، بس انا دول فاضوا عندي فحبيت العب فيهم وبالشوكه كده، وقعدت اعمل بقى كده اهو. وبعد كده هدخل كل ده التلاجة اهو، تسيبيه يجمد براحته خالص كده. يعني انت لو عاملاه من بالليل سيبيه للصبح، او سيبيه فتره كافيه يعني ان هو يجمد. بس بصوا ما شاء الله اهو كده. هجيب حاجه بقى اقطع عليها وهحط طبعا نشا. بصوا ما شاء الله سهل وبسيط وما اخدش مننا وقت خالص. بصوا كده هنزل بالنشا عشان اعرف اقطعه. هتلاقي بقى التقطيع سهل وبسيط. بصوا طبعا التقطيع ده بقى ليكي، يعني الرسومات اللي انت عاوزه تعمليها هتقطعيها بقطعه تمام، هتعمليها زي ما انا بقى عملتها كده تمام. إيه الشكل ده او التقطيع بتاعك انتي طبعا، وانتي هتعملي احسن مني كده اهو. بصوا بس لازم النشا علشان تعرفي تمسكيه كده حلو او يتقطع حلو. طبعا طري وهش غير اللي احنا بنجيبه من بره الناشف اللي تلاقيه مثلا إيه. بصوا بتلاقيه ايه يعني تلاقيه مجلد كده وناشف. ده طبعا طري، وانت حاجة انت عاملاها في البيت وواثقة منها ومن نظافتها كده. وطبعا هتعملوه احسن مني كمان اهو. بس انا قلتلكوا الفكرة وانتوا طبعا عليكوا الاحسن. هيجي كده بقى معانا بالشكل ده.
ممكن بقى تقطعيه بصي مكعبات صغيره كده، ممكن تسيبيه زي ما هو كده بالطول. بصوا كده التقطيع بقى ايه عملته اهو، زي ما انا قلت لكم الاشكال دي بقى بتاعتكم كده اهو. بصوا في النشا بيسهل تقطيعه اهو كده. انا الزوايد دي انا اكلتها بجد وانا بقطعه كده، كنت انا باكل منه. ده بقى طبعا اللي كان القارب البلاستيك الصغير، الحبه اللي فاضوا برضو عملتهم كده، برضو طلع معانا شكله حلو قوي. بصوا بقى القارب بتاعنا ده طبعا التصوير ظلمه قوي، عاوزه اقول لكم كان شكله حلو قوي، اللون البينك مع الابيض كده فعلا حلو قوي. هقطعه كده اهو، وبعد كده اقلبه لكم اوريه لكم النصين. بصوا كده نص ابيض ونص بينك كده اهو، سهل وبسيط جدا، مخدش مننا وقت خالص. وانتي برضو هتعمليه معانا كده بالوان بقى كده وتلعبي كده، هيبقى سهل وبسيط و مخدش مننا وقت خالص، ويطلع بقى معانا بالشكل الجميل ده. اتمنى يعجبكم. طبعا اللي مشتركش لسه في القناه يشترك واللايك الجميل، وتقولوا لي في التعليقات ايه رايكم عشان نعمل حاجات حلوه كتير. وان شاء الله بقى الفيديو الجاي الملبن الاحمر بالفول السوداني برضو هيعجبكم جدا، وسهل وخفيف، وطبعا برضو مكوناته بسيطه واقتصاديه جدا.